هذا الماعون راح أسويه مؤلي، راح أهديه لأحد الأولاد الأيتام اللي افتتحوا بوفيه لافيتو. المطعم موجود ببارك ألف ليلة وليلة. هذا البوفيه مالتهم يوميا حيكون على الفطور بسعر 24,000 دينار للشخص. وشكرا طبعا الأحلى دعوة للدار الأيتام للأولاد اللي افتتحوا البوفيه وكانوا جدا مستمتعين. طبعا البوفيه متكامل، كافة الوجبات الرئيسية والسلطات والمقبلات وكافة أنواع من الحلويات اللذيذة، ومن غير الفواكه ومجموعة من العصائر وأكيد اللبن. كانت الأجواء جدا جميلة على الفطور، والأولاد أهم شي مستمتعين، مجرد ما أشوفهم فرحانين فأني شبعت. طبعا أجواء المطعم جميلة، موجودة على نهر دجلة، وكلش تونست وياهم. أسألهم سؤال ماما، أنا سألهم يا أنا وشو معاهم لما أشوفهم يعرفون يا هو الحيوان اللي عنده والله صح. الشهر اللي انزل فيه القرآن عافية رمضان. عبيت فقرة الأسئلة اسمعتها ما شاء الله شكرا. ولهنا وصلنا لنهاية أحلى مشاوير حياتي، وأقول لكم باي باي. حلو حياتي جتني بالعربية. طبعا لازم اخذ لبلبي. وثقتي اللبلبي. شنو تاخذين هسه دا صور لبلبي؟ انا ما احب الشلغام. انا ما احب الشلغام والله، احب اللبلبي. اوكي. شنو هاي احمر؟ بصوت عالي يقولوا لي لازم نصي، انا ما اقول لي نصي. اي انا اول مره استخدمه ما اعرف. ايش اذا اطلعت اخبارك على الشاشه ويقول صوت عالي اوكي على الفرصه حتى حبيبي. ان شاء الله. والله انا لا هو الموضوع مو سهل، يراد واحد يشتغل على نفسه هوايه. حاطين فرصه بس هذا يا عمي. مشواري لليوم من أجمل مطاعم المنصورة ببغداد مطعم سرب الداودي شارع التانكي. خلينا نشوف البوفيه مالتهم، بس تعالوا قبل نشوف البوفيه خلينا نشوف ترتيب الطاولة. يحضروكم اللبن والعصير والتمر، وبعدها إذا عجبكم تستحرون بأجواء شعبية ونظافة، عندكم مطعم أيام زمان الشهير الموجود بشارع فلسطين تقاطع الموال. هنا عندهم الكباب عروق بالبيض والمخلمة بالبيض والباسطرمة بالبيض، وأكيد مشوارنا لليوم حنتعرف على أحد المطاعم ال5 نجوم في بغداد، مطعم الصفدي بالجادرية. هاي الصالة الداخلية محضرين الطاولات مالتها للفطور، اللبن والعصاير والتمر، وهذا البوفيه المتنوع. سعر النفر ب35,000 من غير التنويع، حتستلذون بكل لقمة تاكلوها.
وهسه صار وقت نسوي طبقنا الخاص بالفطور، نخلي من هاي المقبلات والسلطات الشهية، وأكيد هاي الأطباق الثانية والشغلات المليانة جبن، وأهم شي عندنا العراقيين القوزي لحم، وهاي المروقات البامية والفاصوليا خرافية. الحلويات الموجودة متنوعة، الحلويات الشرقية من القطايف والكيك، وهاي الفواكه وعصير التمر هندي. وهسه حنبدي بالفطور. طبعا هنا عندهم اللحم خرافي، يعني التخميرة مالته من أطيب القوزي اللي ممكن تجربوه، اللحم والدجاج. وبعد الفطور طلعنا بهاي القعدة الخارجية الجميلة حتى نشرب الشاي والحلويات. وهسه بنهاية الفيديو حخليكم ويا أختي سورة وحزورة اليوم. سؤالنا لهذا اليوم: ما في أي عام ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الفائز راح يربح دعوة فطور الشخصين من مطعم الصفدي. هاي غزوني، هاي صديقة غزوني لانا. إذا فوق نجاد غبتي لو جابوا سيرتي يحشون علي يقولون رمضان تتغني الأغنية حبيب. لا هاي يعني على الصديق على الأخت، فلا أغنيها عادي. أهم شيء الأخت مو الصديق. هلا شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير، صيام مقبول، إفطار شهي بنفسجي. من عيني هيك وهيك تصير يعني أكو أحد دا يربكني، أكو أحد أني دا يربكني إنه لازم يطلع بالفيديو. اليوم عندنا دعوة من مطعم لافيتو بألف ليلة وليلة. طبعا كلش طيب البيتزا. ايه رزم تاكل بيتزا. انا اكلت قوزي، اكلهم يجنن كلش بس طيب. اللحم كلش طيب. اي والله، يعني حتى الرزون تقدر تمضغها بسهولة. يعني اقيم البيتزا 1,000,000/10، وخيم لحم 5/10. امشي بيتزا عندك ودجاج. دجاج طيب دجاج 5/10 الدجاج. 5 هي ترى بالنسبة
عافية ابتعد عني. مشوار في الساعة اي عافية ماكو ابتعاد. انا عيني على هاي قلادة عجبتني هالمرة. قدامي يلا تسليم.